السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض طريقة عمل البرجر. تحفة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا من غير اي تعقيدات، وهتعمليه في البيت ومش هيفك منك زي ما انتوا شايفين كده، وبأقل التكاليف كمان. يكفي انك انت هتعملي لولادك حاجة نظيفة وحاجة انت ضمناها. ضامنة اللحمة اللي انت هتستخدميها، ضامنة المكونات اللي انت هتستخدميها. تابعوني في الفيديو دوت علشان خاطر تعرفوا الطريقة. بس قبل ما ابدا الفيديو بتمنى منك انك انتي تعملي لايك، ولو انتي اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنا يا بنات، انا هعمل نص كيلو من اللحمه. نص كيلو من اللحمه هياخدوا نص كوبايه من الفول الصويا. طبعا ناس كتير قالت ان الفول الصويا مضر. هو مش مضر ولا حاجه، بس ما تكتريش منه. يعني احنا مثلا بنجيب البرجر من بره بيبقى كله اصلا فول صويا، ما بيبقاش محطوط عليه لحمه، اللي حاجات بسيطه جدا لحمه. فانا هنا جبت نص كوبايه من الفول الصويا ديت، هستخدمها لنص كيلو من اللحمه. تمام. اول حاجه بقى هجيب معايا هنا بوله، وبعد كده هفضي فيها الفول اللي معايا دوت. الفول الصويا ما بيتغسلش يا بنات، انت بتستخدميه كده على طول، لان كده كده هتنقعيه في ميه سخنه، فلو في اي ترابه او عفرايه او اي حاجه هينزلها. وهو دوت شكل الفول زي ما انتوا شايفينه كده. بعد كده بقى هجيب ميه مغليه، تكوني غاليه ميه في الكتل او ميه مغليه عاديه على البوتاجاز. بعد كده تنزلي بيها. الميه ملهاش مقدار يا بنات، يعني انت ممكن تستخدمي اي كميه من الميه، لان احنا كده كده هنصفي الميه دي. بعد كده بقى هركن الفول بتاعي دوت حوالي ربع ساعة لحد ما ينفش كده وما يبقاش متكتل كده، كتل ناشفة كده، يكون طري كده وحلو جدا. لما بيطرى يا بنات الفول الصويا ده بيبقى عامل شبه اللحمة المعصجة كده بالظبط، بيبقى طري نفس الطراوة بتاعتها. هنا اهوت يا بنات زي ما انتوا شايفين لون المية غير، والفول الصويا بتاعي طري معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بقى علشان خاطر تعرفي ان هو طري معاكي ولا لا، بتاخدي واحدة كده منهم وتجسيها كده بايدك. لو لقيتيها بتتفتفت معاكي بكل سهولة، يبقى انت تبدأي انك انت تستخدميه كده عادي. بعد كده بقى هصفيه من المية دوت. اهم حاجة انك انت تصفيه من المية خالص، علشان خاطر ما يفرطش منك كده وانت بتعملي البرجر كده ويبقى مفتفت. لو انت حطيتيه بالمية بتاعته هتبقى كمية المية كتيرة اوي وهيفتفت منك ومش هيبقى حلو. فانا كده هصفي الفول الصويا ده كله، مش هخلي فيه اي ميه اهوت زي ما انتوا شايفين. وهبتدي كده لو في اي ميه زياده كده انزلها من المصفى بتاعتي. بعد كده بقى فضيت البوله من الميه اللي كانت فيها، وبعد كده نزلت عليها بالفول الصويا. وهجيب بصلايه صغيره. هي الطريقه الاصليه للبرجر ما فيهاش البصل خالص، بس انا بحب انكهه بالبصل، بيدي طعم حلو جدا. هجيب بصلايه هنا صغيره كده، هقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، او اي تقطيعه تعجبك. كده كده البصل دوت هيتضرب في الكبه، مش هيبان له اي ملامح خالص. بعد كده بقى هجيب الكبه بتاعتي، وهبتدي ان انا احط فيها الفول الصويا بالبصل ده. انا هنا بقى لسه ما حطيتش اللحمه ولا تبلت ولا عملت اي حاجه. انا عايزه الفول الصويا دوت يتضرب معايا كويس، والبصلايه بتاعتي تنعم كده شويه. مش مهم تنعم قوي، احنا كده كده لسه هنكمل ضرب في الكبه مع اللحمه. بس المهم ان هي تنعم كده شويه وتكون ايه، ما تكونش قطع كبيره زي ما احنا عملناها كده في الاول. هنا كده خلاص الفول الصويا اتضرب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والبصل كمان. هبتدي بقى ان انا انزل باللحمه بتاعتي. ديت لحمه بلدي مفرومه، وحطيت عليها قطعه من الدهن كده، وانا عند الجزار قلت له حط لي عليها قطعه من الدهن كده عشان خاطر تتفرم كويس. لان كمان البرجر بيبقى حلو لو فيه نسبه دهون كده طبيعيه، وطبعا ما تكتريش نسبه الدهون قوي عشان ما يكشش كتير. بعد كده بقى جبت خلطة البرجر ديت من كنور، حلوة جدا، او اي خلطة برجر انت عايزة تجربيها. انا بحب هنا خلطة كنور. الخلطة ديت بتكفي نص كيلو من اللحمة. لو انت هتعملي كيلو من اللحمة بتستخدمي خلطتين من البرجر دي. بعد كده بقى حطيتها عليهم بقى، مش هتحطي ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، هتستكفي بالخلطة اللي موجودة دي. وهتضربيها بقى في الكبة كويس جدا خالص. انا عايزة اللحمة الانسجة بتاعتها تمتزج مع الفول الصويا والبصل والتوابل وكل حاجة. طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبتدي بقى ان انا هشكلها. هجيب بقى كيس عندي كده وهحطه كده على الرخامة،
وابتدي ان انا اشكل قطع البرجر بتاعتي. هاخد قطعة قطعة كده. لو انت بقى عايزة تعمليها سميكة زي ما انا هعملها كده براحتك، عايزة ترفعيها عن كده كتير وتكبريها براحتك. فانا هنا كده عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهبتدي بقى ان انا ابططها كده لحد ما تفرد معايا كده خالص. عندك مكبس البرجر بتستخدميه، ما عندكيش مكبس البرجر بتعملي كده زي حالاتي كده بكيس كده وكوباية عندك او اي طبق، وتبتدي انك انتي تفرغي قطع اللحمة من بعضها عشان خاطر تبقى كده كلها متساوية كده، وتكون كلها قطعة شبه بعضها كده زي ما احنا بنجيب البرجر من بره. طبعا الجوانب بتاعته كده مكرمشة كده وشكلها مش لطيف. هتبتدي بقى انك انت تساوي الجوانب كده كويس جدا علشان خاطر يبقى كلها كده شكلها كده انسيابي كده وجميل، وتكون كلها قد بعضها. انا هنا كده عملت واحدة وهركنها كده على جنب، وهعمل معاكم كمان واحدة بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها ديت علشان خاطر تعرفوا الطريقة انا مشيت عليها ازاي. هنا كده خلصت تاني واحدة، هخلص بقى بقية الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده خلاص خلصت الكمية ديت. الكمية ديت عملت لي 8 برجرات. طبعا لو انت اشتريتيه من بره بتجيبي التمن برجرات بيبقوا كيلو. احنا بقى عملناه في البيت التمن برجرات عمل من نص كيلو لحمة. فشوفي بقى انت وفرتي ازاي، وغير كمان النظافة والحاجة انت ضامنة انت ان انت عاملاها لولادك ازاي. بعد كده بقى عايزة تقلي منها على طول بتقلي، عايزة تشيلي في الفريزر بتشيلي بقى في الفريزر وتطلعي بقى ساعة ما تكوني هتقلي كده وتستخدمي. انا هنا شلته في الفريزر، وهنا كنت تاني يوم بوريكم ازاي بستخدمه كده وما بيفكش من بعض ولا بيحصل له اي حاجة. جبت هنا شوية من الزيت وحطيتهم كده، بس ما تكتريش زيت لان هو كده كده البرجر اصلا بيبقى فيه زيوت وبينزل الزيوت بتاعته. بعد كده هجيب البرجر بتاعي كل قطعة كده من البرجر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهوت. انا هنا كنت حطيته في الفريزر وزي ما انتوا شايفين اهوت يعني لسه مخرجاه من الفريزر حالا كمان، يعني ما خرجتوش يفك كمان، خرجته من الفريزر حالا. وبعد كده بقى هقوم حطاها كده رصاها كده في الطاسة. هو طبعا بيكش شوية لان هو برجر لحم صافي، يعني احنا حاطين فول صويا شوية صغيرين. انما البرجر اللي انت بتجيبيه من بره بيبقى كله اصلا فول صويا، ما بيبقوش حاطين عليه لحمة، علشان كده ما بيكشش. بس طبعا عايزة اقول لكم ان الطعم بتاعه بجد مفيش مقارنة خالص ما بينه وما بين اللي احنا بنجيبه من بره خالص. بعد كده بقى رصيت البرجر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهسيبه كده على درجة حرارة عالية تمام، بس مش عالية قوي عشان خاطر ما يتحرقش من تحت وهو لسه متجمد. وبعد كده اول ما ابتدي ان هو اخد اللون كده من تحت هقوم قلباه على الجنب التاني، ومهدية بقى درجة الحرارة لحد بقى ما يستوي براحته. وبرده ما تهديش درجة الحرارة قوي علشان خاطر البرجر بتاعك ما ينشفش كده ويطلع منك شادد كده ومش حلو. يعني الوسطية حلوة علشان خاطر البرجر بتاعك يطلع جوسي كده، ولما تيجي تاكليه تلاقيه طري معاكي في قلب الساندوتش. خلاص بقى كده يا بنات، انا كنت خلصت البرجر وهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين اللمعان اللي فيه والحلاوة اللي فيه بجد تحفة جدا، والطعم بتاعه اكتر من رائع، والريحة بتاعته جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي بتاع النهاردة عجبكم وتكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.